هذا الرجل إلى الآن بيكره لأنه ما قاتل مع الجيش، وأيضا بينبذوا لأنه دي فرصة من المفروض يخوض يده مع الدعم السريع ليقاتل الجيش. ولكن الحقيقة أن هذا الرجل إلى الآن الحاجة اللي ممكن تثبت له كل ما امتنع من أن يتفاوض، اتضح أن الرفض أو المنع كان فعلا لصالح مبادئ هذه الحركة. الليلة، ودي حاجة أنا متأكد تماما كانت تتمنى الدولة إنه كلنا نحمل السلاح ونقاتل بكل المسميات، طابع القبلي، عرب ضد زرقاء، دعم سريع ضد حركات، دعم سريع ضد جيش، سكان أصليين ضد سكان مستوطنين. الدولة كانت ستتسلسل بهذا النموذج، ولكن حصيلة النموذج ده إنه كان لن يكون في دارفور مكانا واحدا آمنا لمواطن يستطيع أن ينوم دون أن يسمع صوت بارود. عبد الواحد محمد نور إلى الآن يرفض الحرب ويدعم السلام. إلى الآن يقول حل الأزمة السودانية يكمن مش تجيبوني رئيس، مش تعرضوا لي عشان أصير وزيرا، ولكن يكمن بأن نجلس في حوار سوداني نناقش أزمة الدولة السودانية من جذورها. فكرة المنصب دي ما زاد أهمية، وده أنا بتوقع جوهر النضال. النضال مش تقول إنه زي ما حميدتي نايب جبنا أنا حاكم. النضال مش إنه تقول يا أخي زي ما مناوي حاكم جيبوني وزير مالية. النضال الحقيقي إنك أنت بتبحث لغيرك مش بتبحث لنفسك. البحث للغير مش للنفس. البحث لو للنفس مفروض طالما مناوي أخذ حاكم إقليم وجبريل أخذ وزير مالية، على أبسط الأشياء كان حتجيبوا عبد الواحد في أي منصب وزاري يعني، على أبسط الأشياء، أو سفير يعني. لكن لما أنت بتبحث عن المصلحة العامة بيبقى موقفك زي موقف عبد الواحد محمد نور ده. ليه دايرين احنا نظل نكون وقود لحرب آخر حاجة فيه منصب؟ الحصيلة إنه ناخذ منصب، حصيلة انتهاك المواطن وجوع المواطن وتشريد المواطن واستمرار الجهل وتغريس الغبن داخل المكونات. في النهاية إنه أنا أصير أخذ منصب. تعريف خاطئ للنضال، ودي صورة صراحة. عشان كده قلنا أكثر من يحقد الرجل، أكثر من الناس ضد عبد الواحد مش ضده لأنه مواقفه غير صحيحة، لا، لأنه الرجل ما دار يأكل. يعني هنالك من يحقدك حتى في نضالك الشريف، ويحقدك حتى في مواقفك الوطنية. والليلة عندما قامت الحرب توجه الكل الذي يخشى من الجيش والذي يخشى من الدعم السريع، توجه لوين؟ توجه للرجل اللي دائما بيقول نو. لقوا هذا هو المكان الوحيد اللي ممكن تقدر تقعد فيه دون ما نقول لك جايين من مناطق دعم سريع دعامي جنجويدي، جايين من مناطق جيش فلولي ابو الداي. لا لا، دي المناطق دي. واتوقع ايضا موقف الرجل هو في حد ذاته خلى ان اللي بيتكاتلوا ديل يخلقوا تحفظ في هذه الجزائر. وانا متاكد تماما ان كفه عبد الواحد محمد نور اذا مالت يمينا او يسارا ستخلق فارق كبير جدا في المعركه، ستخلق فارق كبير جدا في معادله هذا الحرب. اكثر حاجه الان بدعيق نقول الكفه يمين وشمال في مساله استمرار الحرب، اول حاجه هو التوازن بتاع الدعم الخارجي، والحاجه الاخرى هو نقول البعد الكبير لحركه جيش الشعب السوداني غير عبد الواحد محمد نور من ان تتمثل في اي شكل من اشكال الصراع الحالي. لان الرجل تاثيره مش كما يعتقد البعض ان تاثيره دارفوري كالرجل دارفوري، تاثير دارفوري يعني تاثير الرجل على نطاق دارفور، لا.
الرجل على نطاقات مختلفة وعلى مستويات جغرافية واجتماعية الرجل يعتبر إنه هو مانديلا السودان، أخذ هذا الوصف صراحة. ولذلك نحن بنقول شنو؟ إنه نحن لو دايرين فعلا نبحث عن حاجة تكذب الرجل ده أو نلقى لنا في حاجة نمسكها له، خلونا مرة واحدة نمشي على خطه في مسألة معالجة الأزمة السودانية عشان نلقى له حاجة ندينه بقى على أبسط الأشياء، نقول لها جينا معاكم وما لقينا حاجة. نحن إلى الآن قاعدين ندين الرجل لأنه ما داري يجي علينا في تفاهتنا وفي منافعنا وفي وسخنا السياسي وفي وسخنا الجغرافي والعنصري. زول قاعد بعيد ورغم ذلك ده ندينه بيوسخنا نحن، لكن من المفروض إذا كنا دايرين نعرف الرجل فعلا هو على هذا المبدأ خلونا ولو مرة نأتي على ما طرحه من حوار سودانيين من مسألة الجلوس لأن نناقش الأزمة السودانية من جذورها. أنا أتوقع وده من منظوري ومن قناعاتي متى ما جلسنا لتفاوض تحت راية سودانية وناقشنا الجذور الأزمة السودانية دي من زي ما بيقولوا ما خلينا لا شاردة لا واردة، أنا أتوقع إنه ده بنسميه بداية نهاية الصراعات في الدولة السودانية وبداية نهضة الدولة السودانية. المانع شنو؟ المانع أن الدولة على مدار تأسيسها المنهج الوحيد السائد فيها هو منهج القوة والسيطرة، وهو منهج القمع والاستبداد، وهو منهج الأنانية. فالتحرر من الجزئية دي مش محتاج عبد الواحد فقط، هو محتاج شعب كامل إنه يدعم هذه الإرادة ويدعم هذا الموقف حتى نتحرر من استبداد الدولة وننتقل من الاستبداد إلى دولة العدالة والمواطنة المساواة. في نهاية الفيديو خلونا نسمع تعقيبا أو تعليقا لعبد الواحد محمد نور في إحدى اللقاءات السابقة، وهو يناقش الأزمة بزاوية مبسطة وواضحة للي بيفهم وللي عنده رغبة بأنه يكون فاعل إيجابي في حل الأزمة وليس أداة تستخدم لإشعال نار الفتنة ونار الحرب في الدولة السودانية. خلونا نسمع ونرجع ناخذ. الحس الناس بيشوفوا الحرب لأنه الحرب بدأ في الخرطوم، كان في الخرطوم كثير من الناس مغيبين بالطريقة اللي هسه وريتك ده. فنحن كلنا كسودانيين حان الوقت الحرب ده يكون مناسبة أنه كلنا نتوحد ونبحث عن حل. أن احنا في حركة تحرير السودان طارحين حل، لكن حلنا لوحدها ما بكفي ما لم نقعد الكل عشان على الأقل هسه الأغلبية الساحقة من الناس عرفت الحرب، حتى الحرب ما وصلوا مهددوا أنه يصلوا. الحاجة ده قد ما يكون كويس خالص، لكن كواقع يجب أنه كلنا نستثمر فيه ونبحث عن حل حقيقي ويكون ده حل أبدي، والثاني يكون ما في أي حروب. الدولة أدت نفسها هوية واحدة، جغرافيا واحدة، ثقافة واحدة، وبقت دولة أحادية في دولة متعددة. فطبيعي كمية من الناس الحرب ما وصلتهم ولا كانوا بيصدوا لغزات ولا النظام بيقول لهم ما في حاجة. احنا اتبردنا بيقولوا لنا قطاعين طرق، يعني ده عشان يبرروا الإبادة والحاجات ده. فأنا ما بلوم السودانيين، لكن بلوم طبيعة الأنظمة اللي حاولت أنها تمسح من ذهنية الإنسان السوداني طبيعة الصراع الموجود عشان الكل يحس به وعشان الكل يبحث عن حل. احنا كسودانيين لحد اللحظة في عجز كامل أن نقر كلنا أنه احنا شعب مختلف، لكن كيف نديروا الاختلاف بتاعتنا ده على أساس نكونوا زي بقية الشعوب بتاعت العالم. أي دول بيتمنى أن الناس يكونوا متوحدين ويكونوا حاجة واحدة، لكن إذا فشلنا تعال الكل يحترم الآخر، حاجة وردية أنه نحب البعض. في ذول أنا عبد الواحد ده ما دايرني، ما كنت بفرض له نفسي عليهم، لكن أنا وهو سودانيين وعندنا كل الحقوق المتساوية. إذا تعال نكر باختلافنا ده، لكن نعترف بالبعض على أساس نعيش في دولة مواطنة متساوية سياسية. لأنه أنا ده شخصيا